بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده النودلز الاسيوي اللي هي الجيكن نودلز. انا هقول بسم الله في الوصفه على طول. انا هبتدي بالصوص اللي انا هحطه على المكونات بتاعتي. اول حاجه معلقه عسل ابيض كبيره، وهحط كمان معلقه شيلي صوص، ومعلقه ترياكي صوص، ومعلقتين كبار صويا صوص، معلقه كبيره صوص المحار اللي هو الاوستر، ونقلب كل دوت لحد ما المكونات كلها تدوب عشان العسل، وبعد كده نركنه على جنب ونكمل بقيه الخطوات. في طاسه على النار هحط زيت سمسم، لو مش متاح عندك ممكن زيت زيتون. هحط معلقتين كبار. جاهزه عندي هنا صدور فراخ متقطعه شرايح او قطع صغيره، هنزل بيها كده تاخد صدمه. هعلي النار عليها عشان ما تنزلش ميه، وكده كده الفراخ ما بتاخدش وقت في السوا. انا عايزه اقول لكم الاكله دي بجد تحفه، لان كل المكونات اللي فيها عناصر غذائيه عاليه جدا. الفراخ عندي خدت صدمه، ما نزلتش ميه كتير زي ما قلت لكم عشان انا سايبه النار عاليه. هنزل بقى بكام فص ثوم مفرومين ياخدوا تشويحه كده مع الفراخ وريحتهم تطلع. الثوم عندي خدت نكهه من الفراخ. عندي معلقه كبيره فلفل احمر مفروم او معلقه هريسه. الفلفل طبعا بيكون مشطشط، بس بالنسبه لكم لو مش بتحبوا الشطه ممكن تحطوا رومي، بس هي في الاكله الاساسيه دي بتبقى مشطشطه. نزل بمعلقه بابريكا كبيره وشويه مشروم. طبعا الكميه تقديريه وحاجه اختياريه ليكم يعني، برضو ياخدوا تشويحه كده مع الفراخ عشان يتنكه مع الثوم. بعد كده عندي هنا جزر متقطع كده صوابع رفيعه، انا مقطعاه بالشكل دوت عشان ما ياخدش وقت في السوا، لان انتوا عارفين الجزر بيبقى قاسي شويه. برضو ياخد تشويحه كده معاها. ودي بصل كبير متقطع جوليان، ودي تاخد كده تشويحه معاها. هي كلها عناصر غذائيه مفيده جدا. عايزه اقول لكم الريحه بجد بتطير العقل. قطع برضو فلفل الوان شرايح، برضو ياخدوا تشويحه كده معايا. حاجه عندي تقريبا كده استوت. الصوص بقى اللي احنا مجهزينه هنزل بيه عليه، ياخد تقليبه واحده. دي خد غلوه. انا مجهزه هنا سلقه نودلز، طبعا تقدري تعمليها باي نوع مكرونه، اسباجيتي، تونه. ده الكيس اللي انا مستخدماه اللي هو الكيلو نودلز هحطها. وعلى فكره مش محتاجه ان انت تحطي البهارات بتاعه النودلز معاها، هي الصوصات كفايه قوي عليها، مخليه طعمها وريحتها حلوه جدا. انا هقلبها بس بكده تكون جهزت معانا على الاكل على طول. عايزه اقول لكم طعمها وريحتها بجد تجنن، واحنا بنبقى شايفين الفيديوهات الكوري بنبقى هنموت وناكل الاكل بتاعهم. احنا نعمله هنا في البيت بكل سهوله. اتمنى ان انتوا تجربوها وتسيبوا لي كومنت وتقولوا رايكم فيها ايه، ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم بوصفات تانية جديده.